افتح مطعم ولا افتح صيدليه؟ بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه خطيره قوي. الحياه بتفضل تدينا اختيارات طول الوقت، ولو انت مشيت وراها هتخسر. يعني الناس اللي بتفكر بطريقه افتح مطعم ولا افتح صيدليه، انا عايز اقول لك على حاجه. هو انت مين اللي فرض عليك الاختيارين دول؟ مخك؟ او دي اول حاجه جت على بالك؟ او دي مثلا اكتر حاجات انت بتفهم فيها؟ وارد، عندك حق. بس عايز اقول لكم ان في حاجه اسمها decision making، يعني صناعه القرار. صناعه القرار كنا بنتعلم كده زمان، كان يقول لك ايه؟ اول خطوه في حل اي مشكله هي تحديد المشكله. وكنا شايفين الكلام ده كلام نظري وكلام تافه. لما تيجي تبص النهارده على الحياه العمليه هتلاقي الكلام ده قيمته كبيره جدا. يعني انا مش مشكلتي افتح مطعم ولا افتح صيدليه خالص، انسى الحلول. انت مشكلتك ان انت معاك فلوس وعايز تستثمر، فغير توصيف المشكله ووصفها بشكل صح علشان تعرف تاخد قرار صح. بدل ما حصرت نفسي في مطعم او صيدليه، هطلع دلوقتي لستة من الاوبشنز الكتيره جدا جدا اللي ممكن تكون افضل بكتير. فمش عايزين نضيق مخنا مع اختيارات الحياه. اكبر التيم بتاعي ولا اسيبه زي ما هو؟ اعين واحد ولا معينش؟ اشتري الموبايل ده ولا اشتري الموبايل ده؟ وهكذا. دي طريقه تفكير غلط. ليه؟ تعالى كده امشي معايا. لو احنا قلنا انا مشكلتي ان انا معايا قرشين وعايز ان انا استثمر عشان اكبر القرشين دول، لانك لو سبتهم زي ما هم غالبا هم هيخسروا في معاملات في معدل التضخم و الفلوس قيمتها هتقل. غير ان انا عايز ابقى مستثمر وعايز طول الوقت ايه؟ اكبر البيزنس بتاعي واكبر فلوسي. يبقى انا كده وصفت المشكله توصيف صح. تعالى بقى نشوف المعايير بتاعه اختيارك للقرار. ماليش دعوه بالقرار دلوقتي خالص، انت هتفتح ايه فيهم؟ ايه المعايير؟ هل انت شايف في مشروع زي ده الريفينيو اللي هيجي او الربح اللي هيجي لك هو ده اهم حاجه؟ مهم جدا الربح. هل التكلفه تفرق معاك؟ مهمه جدا جدا. هل الريسك اللي هتاخده فارق؟ انا مش عايز اتسجن، يعني مش عايز افتح مثلا مطعم فلاقي نفسي في الاخر خالص واخد قرض من البنك فاتسجن. يبقى في معايير للقرار، كرايتيريا للقرار. ايه المعايير للقرار؟ على سبيل المثال، انا عايز المشروع اللي انا هفتحه يكون فيه بروفيت عالي، اوت كام عالي تيجي، يكون الريسك بتاعه قليل، يكون الاوت كام اللي بيجي منه عالي، تكون الكوست اللي انا هصرفها ما تعديش الرقم الفلاني، لان هو ده الفند اللي معايا وهو ده الكوست اللي انا اقدر عليه. بحددنا كده معايير القرار اللي انا عايز اخده. تعالى بقى، وهنا الغلطه التانيه اللي بتحصل. حط كل اللي يجي على بالك ينفع يكبر لك فلوسك. حطها في ذهب، حطها في عقار، حطها في مشروع فول وطعميه، حطها في صيدليه، حطها في شركه ادويه، حط كافيه، شركه سياحه. كل ما هو ينفع يحل المشكله بالمعايير اللي انت حطيتها دي حله. ايه بقى المشكله اللي بتحصل لنا هنا؟ بيحصل ان احنا بنيجي نقول ايه؟ هفتح مطعم بس محتاج تراخيص وعماله وانا ما فهمش فيه. لا، سيبك من الاختيار ده، غلط كبير جدا. اوعى تو ايفالويت القرار وانت اصلا بتحط لسه الحلول. انا عايزك تحط لسته كبيره جدا من الحلول اللي هي كلها تنفع. تيجي بعد كده تدور على اكتر حل فيهم بيتناسب مع الكريتيريا اللي انت حطيتها دي. فلقيت ان انا اعلى حاجه هتجيب لي اوت كم او بروفيت، واقل حاجه فيها مخاطره او فيها نسبه ريسك هو موضوع ان انا افتح مطعم. وبالتالي انت كده ما وقعتش في انك تبقى بايزد لطريقه تفكيرك اللي هي خبرتي في صيدله يبقى لازم افتح صيدليه. طب هقول لك على حاجه اثبت لك الكلام ده عملي. لو انا قلت لك ان الصيدليه هتتكلف راس مال مليون ومتوقع تكسب في السنه 200,000، وقلت لك ان المطعم هيتكلف مثلا مليون ونص واحتمال يكسبني 800,000 وانت صيدلي، وحسبت لك تكلفه المطعم اللي انت ما بتفهمش فيه، هتجيب ناس تفهم فيه وتديره وتديهم مرتبات، انا بحسب لك نت تطلع منه ب 800,000. هتختار الصيدليه ولا هتختار المطعم؟ غالبا هتختار المطعم، لانك هنا ما بقتش بايظ لطريقه التفكير اللي هي ايه؟ اللي هي دي خبرتي ودي الاكسبيرينس بتاعتي، فانا ايه؟ هعمل الموضوع ده. اللي انا عايز تطلع بيه من الكلمتين دول حاجه مهمه قوي، انك ما تتحطش في اختيارات محدوده تختار منها اوبشن لحل مشكله انت اصلا مش فاهمها.
وصف المشكله بتاعتك توصيف دقيق جدا جدا، وحط كل الحلول اللي ممكن تحل المشكله دي، وبعدها اقعد اختار بالراحه على حسب المعايير اللي قلنا عليها الحل الانسب. خلي بالك ان مفيش قرار صح 100% ولا قرار غلط. انا ممكن على ظروفي والمعايير بتاعتي اختار المطعم، انت ممكن تختار شركه السياحه، غيرك ممكن يختار الكافيه. ليه احنا هنختلف مع بعض هنا كونسبشوال في طريقه تفكيرنا. انا ريسك تيكر يا سيدي، انت مش ريسك تيكر. مثلا انا اقدر اجيب لون من البنك اكمل بيه الفند اللي معايا وادخل في البروجكت، انت مش عايز تعمل كده، انت عايز تشتغل على الليميتد ريسورسز الموجوده معاك. فاحنا بنختلف في الجزء ده كبني ادمين، لان هي في الاخر خالص كونسبشوال سكيلز، مفيش معايير واضحه. بس المعايير نعرف امتى بقى القرار بتاعك صح ولا غلط، لما يبقى افكتيف انه يحل المشكله بافضل الحلول الممكنه. فارجوكم قبل ما تحط في اختيارات ودوامه اختيارات وتختار اختيار سريع جدا ما هوش الانسب، فكر كده مره تقول المشكله اصلا ايه، واكتبها بشكل واضح، او قول لنفسك بشكل واضح انا مشكلتي مش ان انا اعين في حد في التيم زياده ولا لا، انا مشكلتي ان انا عندي منطقه عايز اخد الماكسيمم بتاعها، عايز اجيب الاوبورتيونيتي بتاعت الموجوده في المنطقه دي. ساعتها تفكيرك هيتغير، لان لما تيجي تحط ليست الترناتيف كان الاول مخك بيقول لك ايه، عين واحد يجيب فيديو خلاص، او ما تعينش واستنى شويه. لا 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 لا, لا. انا عندي اوبورتيونيتي عايز اخدها، هي دي المشكله. فانا هبدا اقول ايه اللي ممكن يحل لي المشكله دي. واحد، ان انا اعمل ري الوكيشن او ريستراكشر للتيم بتاعي واخلي واحد يمسكها واوزع المنطقه دي على ناس. اتنين، اعين لها حد. تلاتة، اعمل كامبينز اخد الناس دي كلها وانزل اكفر المنطقه دي واخد منها اللي انا عايزه. يبقى هتلاقي ليست من الحلول اللي ممكن تكون اوفر واحسن واسرع في حل مشكلتك بدل التفكير الضيق بتاع مخنا. ونشوفكم دايما على خير.